محمد فاروق صاحب الهدف. وخلونا نعود بالتحليل وكابتن فتحي، يعني تعقيب حضرتك، وكما توقعنا ان الكفه راجحه بالنسبه للمقاولين العرب. طبعا هو زي ما اتفقنا يمكن في بدايه الحديث قلنا المقاولين العرب هيضغط من قدام، وواضح قوي ان اسلوب اللعب بتاع كابتن محمد رضوان مدي فرصه للعيبه تضغط ضغط جامد قوي، ضغط جامد ساعدهم ان زي ما قلت لك عناصر شابه وعناصر ايضا بتتمتع باللياقه البدنيه، فهم شغالين بضغط عالي قوي، بدليل حتى الحكام اللي يقدروا فعلا يشيلوا مباريات. بنبارك ايضا للحكم الدولي فهيم عمر السابق وسمير عثمان اللي هم فعلا نجحوا في اختبارات اللياقه البدنيه هذا الاسبوع. كل التوفيق ان شاء الله لهذه المنظومه. ادي على طول كوره على طول حلوه، هدف جميل جميل جميل، هدف رائع 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 من ضربه حره مباشره مباغته على طول. باسم مرسي الضربه الحره المباشره حاططها على شمال العقباوي. هدف التعادل لفريق الانتاج الحربي. باسم يرسم البسمة على شفاه الجهاز الفني والإداري لفريق الإنتاج الحربي. باسم مرسي يعلن عن هدف التعادل، وبيجيب الهدف الخامس أيضا ليه في مسابقة الدوري الممتاز بضربة حرة مباشرة رائعة جدا جدا. ما يقدرش العقباوي حاططها